أحيانًا بتتعرّض لمواقف في حياتك بتحتاج فيها لقرارات مصيرية هيترتب عليها تغيير مسار حياتك بالكامل، ووقتها ممكن تحس إنك خايف أو متردد إنك تاخد القرار ده أيًا كان إيه نوعه، سواء بقى كان مشروع هتبدأه أو جواز أو حتى حاجة نفسك تشتريها وسعرها عالي عليك، وعلشان كده النهارده هاقول لك تعمل إيه في المواقف اللي زي دي، فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيًا كده خلّيني أوضّح لك أهم الأسباب اللي ممكن تخلّيك خايف أو متردد إنك تاخد أي قرار في حياتك. السبب الأول يا صديقي هو الخوف من الفشل، وعلشان كده هاحتاجك تفترض معايا إنك بدأت وفعلًا فشلت، وبما إنك فشلت في مشروعك أو في أي قرار أنت أخدته في حياتك، فأنت أكيد اتعرّضت لخسارة. ممكن بقى تكون شايف إنك خسرت فلوس، خسرت وقت، خسرت مجهود، خسرت علاقات، المهم إنك بتكون شايف إنك خسرت، ولكن اللي أنت مش واخد بالك منه إنك بتكون اكتسبت خبرة كبيرة جدًا بالموضوع اللي أنت بتقول إنك فشلت فيه، على الأقل خالص عرفت سبب فشلك، فلمّا تدور عليك الأيام وتيجي تاخد قرار تاني في نفس الموضوع، هتلاقي نفسك بكل سهولة وتلقائية بتستدعي مخزون خبرتك وبتاخد وقتها القرار الصح. فأول نصيحة ليك إنك ما تخافش من الفشل، وابدأ وخليك دايمًا فاكر إن أي قرار في حياتك يا إما هتكسب منه يا إما هتتعلم منه، يبقى شد حيلك كده وتوكل على الله وما تخافش من الفشل. والسبب التاني إنك خايف من الناس وشاغل بالك بيهم، اللي هو يا ترى هيقولوا عليك إيه أو هيشوفوك إزاي، وهنا أحب أقول لك إنك لو فضلت تعمل حساب لده وحساب لده عمرك ما هتعمل أي حاجة في حياتك، لأن بكل بساطة أنت لو جبت عمر فوق عمرك مش هتقدر ترضي كل الناس. وتاني نصيحة لحضرتك إنك تعود نفسك على إن قراراتك تخصك أنت بس ما تخصش أي حد غيرك، وافتكر دايما إن كل اللي بياخدوا قراراتهم بيتمتعوا بمكاسبها لوحدهم زي ما بيدفعوا تمن فشلها لوحدهم برضه. وبالنسبة للسبب التالت هو الخوف من الخسارة. طيب ما تيجي نبدل الأدوار، يعني بدل ما أنت بتتوقع الخسارة دايما لأ حاول تتوقع المكسب، واقعد مع حالك شوية كده واحسب المكاسب المتوقعة اللي هتحصل عليها لو أخدت القرار ده وكبرها في دماغك. ساعتها بس هيكون عندك دافع قوي جدا يخليك قادر تاخد قرار بدون تردد أو خوف من الخسارة. والسبب الرابع والأخير إنك بتكون خايف تاخد قرار علشان إمكانياتك متواضعة أو محدودة شوية. في الحالة دي حاول تبدأ خطوة خطوة، وكل ما تنجح في خطوة هتلاقي نفسك بتتشجع للي بعدها واللي بعدها وهكذا، وده بمعونة ربك سبحانه وتعالى ليك. فما تخليش كل المواضيع تدخل في بعضها، واعتمد على الله، وافتكر دايما ان التردد مقبرة الفرص. ودول يا صديقي كانوا اهم 4 اسباب ممكن يخلوك خايف او متردد انك تاخد اي قرار في حياتك. ودلوقتي بقى هقولك على بعض الخطوات اللي ممكن تعملها قبل اتخاذ اي قرار علشان تقدر تحدد اذا كان هيكون مناسب ليك ولا لا. اول حاجة لازم تحطها في عين الاعتبار عندك ان ربك سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وده وعد واضح وصريح من ربك سبحانه وتعالى انه مش هيكلفك غير باللي تقدر عليه فقط لا غير. وبما انك فكرت في مشروع معين او اتعرضت لموقف محتاج تاخد فيه قرار، فده في حد ذاته تكليف من ربك سبحانه وتعالى ليك، وانت اكيد تقدر عليه. وكل اللي بيكون مطلوب منك انك تعتمد على ربك سبحانه وتعالى وتاخد بالاسباب فقط لا غير. وعلشان تتاكد ان ربك سبحانه وتعالى مش بيكلفك غير باللي تقدر عليه واللي في استطاعتك تعمله، هسالك سؤال: هل انت كشاب لسه في بداية حياتك هدفك انك يكون عندك شركة بميزانية عالية زي تسلا مثلا؟ لو قلت لي ايوه ده هدفي، هقول لك اقعد مع حالك شوية كده وشوف امكانياتك. هتكتشف انك لو استغليت امكانياتك الحالية حتى لو محدودة ومشيت خطوة خطوة هتقدر توصل للهدف ده. ولو قلت لي لا يا عم احنا فين والناس دي فين والموضوع ما خطرش على بالك قبل كده اصلا، فكده انت مش قده، وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى ما كلفكش بالتفكير فيه. يبقى رقم واحد، وده قبل اتخاذ اي قرار، لازم تدرسه كويس جدا وتشوف انت قده ولا لا. رقم اتنين، ابعد عن التهويل، بلاش تهول وتبالغ في حجم النتائج السلبية أو حتى الإيجابية المترتبة على قرارك، وخليك واقعي وادرس كل الاختيارات المتاحة ليك مرة واتنين وتلاتة بحيادية، من غير بقى مجاملات ولا عواطف ولا استعجال ولا تراجع ولا حتى خوف. ورقم تلاتة، ثق في نفسك، حتى لو أخدت في الماضي قرارات غلط حاول بقدر المستطاع إنك تنسى الماضي، ولكن ما تنساش الدرس اللي اتعلمته من غلطك. وادرس أخطائك بكل جوانبها واعرف أسبابها علشان بعد كده تبدأ تتجنبها أو تبعد عنها، وبعدين خد قرارك بثقة وتوكل على الله. ورقم 4 واللي هختم بيها هي الخطة البديلة، وهنا بعد ما تاخد قرارك الأمثل دور على خطة بديلة لقرارك في حال فشل ولا قدر الله، وإزاي إن أنت هتقدر تتخطاه وتدور على فرص جديدة. والخطة البديلة مهمة جدا علشان لما تلاقي كل حاجة محسوبة وحتى الخطأ في القرار ليه عندك حل، ده هيساعدك إنك تاخد قرارك بكل ثقة ومن غير تردد ولا خوف. ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي.
وبس كده، أتمنى أكون قدرت أفيدك. شكرًا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.